ذاك الغلام فاحضر فإنه قد مات. كان عنده إخلاص في عباداته وأعماله بحيث يرفع يده إلى السماء، الله عز وجل رأسا يستجيب دعاءه. هكذا الآن أخواني طبعا اكو شواهد كثيرة بعد للأسف راح الوقت. الآن صدر عندنا علماء كثير، سلسلة من العلماء قديما وحديثا كتبوا كتب في الدعاء، كتب أدعية. أنت اسأل من زمن الشيخ الطوسي وأنت ينزل هذا الوقت المعاصر. إذا تريد أنا أعد لك كتب أدعية كثير كتبت. شنو السر خلود كتاب مفاتيح الجنان في كل مشاهد المشرفة، كل المساجد، في كل العتبات المقدسة، المصحف الشريف إلى جنبه كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، كتاب جمع به أدعية، زيارات، بعض الأعمال. لا بد أكو سر لخلود هذا الكتاب، الإخلاص الذي كان يتمتع به الشيخ عباس القمي. ماكو مجال أن أذكر لك شواهد كثيرة، من جملة يقولون أكو مسجد كان مهجور، قالوا له شيخنا الشيخ عباس هو صاحب كتاب مفاتيح الجنان، قالوا له شيخنا هذا المسجد ما فيه إمام، تعال صلي. راح يصلي، مسجد مهجور متروك. قامت الناس تجي، صار فتسرة، صار سراويل، 3 صفوف، ازدادت الصفوف. يوم من الأيام شيخ عباس القمي قطع صلاة الجماعة، لأن ازدادت صلاة الجماعة كانوا يوقفون برا المسجد. انتوا قالوا له شيخنا ليش ما عليك صلاة الجماعة؟ قالوا أنا بالركوع اليوم الماضي سمعت صوت وايد من بعيد يصيح يا الله يا الله، تلتحق بصلاة الجماعة. فعرفت أن الجماعة صارت جدا مزدحمة، فخشيت أن يدخل شيء من العوج، من الإعجاب. هالكثرة شيخ عباس أنت شلون شخصية مهمة وصارت الجماعة جدا ضخمة وراك، خشيت أن يدخل هذا العذر في قلبي، فبعد باكر ما أجي يشوفوا لكم إمام جماعة ثابت. وين إحنا الحكي هذا ضرب من الخيال. وحقق شيخ عباس القمي عند رجل من المؤمنين من أخيار أبوه، لكن إنسان يعني يعتبر من عامة الناس، مو مثل فضيلة وعلم شيخ عباس. من جملة مؤلفات شيخ عباس، ترى مو مفاتيح الجنان بس عنده كتب كثيرة، من جملة مؤلفاته جدا رائعة. للأسف هالأيام بعد قضية قراءة ومطالعة الكتب صارت مهملة حتى من الوسط المثقف. عنده من جملة مؤلفات الرائعة أنا أنصح بمطالعته، هو مو كتاب ضخم تقدر بكملين تخلصه، اسمه كتاب منازل الآخرة، وهي رائع يتحدث حول الموت والقبر وهالقضايا ويجيب شواهد وروايات. يقول أبويا محمد رضا يسموه كربلائي محمد رضا، لأن ذولا بإيران ذيك السنوات هاي قبل 80-90 سنة كان أسرع عليهم زيارة الحسين والعباس سلام الله عليه. فاللي يروح إلى كربلاء يسموه كربلائي. أبوه يوم من الأيام يقول إيش يا شيخ عباس؟ أبوه يقول لي شيخ عباس تعال شوف هذا عندنا بالواحد إمام جماعة ولا عبد الرزاق يسموه كذا، هذا يجيب لنا تحفيات كل يوم يفتح كتاب يقرأ له صفحة صفحتين ويشرح لنا. تعال تتعلم من هذا من عبد الرزاق. يقول أنا أدري حصل على نسخة من كتابي منازل الآخرة، وقام يروح بعد صلاة الجماعة كل يوم يقرأ صفحة صفحتين.
يقول هي اجيت اقول لابوي ان هذا الكتاب انا كاتبه، يقول فضغطت على نفسي، شوف نسبة الإخلاص العظيمة الشديدة اللي عنده، فما أخبرت أبي أن أنا كاتب هذا الكتاب، أنا صاحب كتاب منازل الآخرة. الله خلت هذا الكتاب شيخ عباس القمي، طبعا بعد ما دام ذكرت اسمه قال أذكر لكم بعد من الأسباب المهمة الرئيسية اللي الله خلت هذا الكتاب كل العالم وين ما اكو شيعي الان بجنب المصحف كتاب مفاتيح الجنان، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأن تعامل مع الزهراء فاطمة، أهدى ثواب هذا الكتاب إلى أم الحسن والحسين الزهراء فاطمة بضعة رسول الله محمد. صل على محمد وآل محمد. لذلك الله خلد هذا الكتاب. شيخ عباس القمي الآن صار له أكثر من 80-90 سنة توفى راح، لكن لا زال تدر عليه الحسنات والأجر والثواب لكثرة خلوص هذا الرجل العظيم. الإخلاص يعطي قيمة للعبادة للعمل. وما نسيت كلمة الإمام النووي: الإخلاص عبادة المقربين. ولذلك هذه واحدة من الأسباب التي دعت أن الله عز وجل يعطي هذه الدرجة العظيمة والخلود لهذه السيدة الطاهرة المقدسة، والدة الأقمار الأربعة، قمر العشيرة، الذي نحن بجواره وبمحضره، سيدتي ومولاتي أم البنين سلام الله عليها. ليش؟ طبعا احنا ان شاء الله 3 أيام راح نقرأ ونكمل حديثنا عن أم البنين، لكن اليوم بس إشارة. إخواني أعزائي يا من تسمعوني، شنو سر خلود أم البنين؟ أمير المؤمنين تزوج سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله. هو الزهراء غير حساب. الحمد لله توفقتوا، أحيينا مجالس الفاطمية اللي مضت قبل أيام. الزهراء غير حساب، سيدة نساء العالمين، وهي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد يلحقها لا من الرجال ومن النساء. لكن أمير المؤمنين من بعد الزهراء تزوج بمجموعة من النساء فاضلات مؤمنات طاهرات. ليش ما نسمع لهم نصيب مثل أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة؟ ليش؟ شنو سر خلود أم البنين؟ حصلت على هذا الجاه العظيم عند الله حتى أصبحت باب من أبواب الحوائج إلى الله. ليش؟ تعلمون؟ أكو مجموعة أسباب طبعا، والسجارة سنتعرض إليها على في الأيام القادمة، لكن واحد من أهم الأسباب إخلاص أم البنين للزهراء فاطمة ولهذه النسمة الطاهرة محمد وآل محمد سلام الله. هذا الإخلاص الذي أبدته إلى الزهراء لا ترى قيمة لأبنائها أولادها. ابنك فلذت كبدك ولدك مو حاضر أن يصاب بشوكة، لكن أم البنين لا ترى قيمة ل4 من أشبالها، واحدهم سيدي ومولاي قمر العشيرة أبي الفضل عباس سلام الله عليه. ولذلك هذا الإخلاص الذي أخلصته بولائها للزهراء والحسن والحسين، الله أبدلها بهذا المقام العظيم والجاه العظيم عند الله عز وجل. شفت واحدة من الزيارات
اكو زيارات لأم البنين اكثر من زياره، واحده من الزيارات يشير الى هذا. الله اعطاك ابدلك بهذا الجاه العظيم والمقام الرفيع، اصبحت باب من ابواب الحوائج لاخلاصك لرسول الله وللزهراء فاطمه والحسن والحسين. الله ابدلها بهذا المقام، باب من ابواب الحوائج الى الله كولدها قمر العشيره. الله يقضي حوائجكم ان شاء الله بحرمه ام البنين. معروف عن بين تحجيبهم كراماتها، ما انت تطرق باب ام البنين تتوسل بها، تشوف سرعه الاستجابه. واحد من الفضلاء يدخل بدون ما اجيب اسماء وموجوده القضايا مسنده. واحد من الفضلاء من تلاميذ احد الاساطين الكبار من اعاظم مراجعنا المتاخرين، يقول انا ملازم لهذا المرجع الكبير. يقول اي وقت كانت تصير عنده شده مشكله، هاي تعلموها، هاي مو من عندي، من ذاك العالم الكبير. اي وقت تصير عندي شده مشكله، يقول بهالطريقه كنت ارفعها. يقول ارسل زائر، هذا المرجع الكبير من نجف الاسلام، ارسل زائر للحسين، لكن اقول له تروح تزور الحسين نيابه عن ام البنين سلام الله. يقول هاي طريقتي كان كل بين فتره، واحيانا يقول حتى ما عندي اهم حاجه، ليله الجمعه اصلي واحد فقير اعطيه مبلغ، انا ذاك الكثر كان يكلف، اقول له روح لكربلاء زور الحسين نيابه عن ام البنين. واحد من عندكم زاير الحسين نيابه عن ام البنين؟ جربوها، انا شخصيا. قال زياره عاشوراء نيابه عن ام البنين، شوفوا اثرها. يقول مره من المرات هذا المرجع الكبير اصيب بالالم في احدى اضراسه، واحده من سنونه، صار الم شديد عنده. قال خلاص هسه ان شاء الله بعدين اروح وكذا للطبيب. ولكن اليوم كان اكو دكتور في النجف الاشرف مشهور بيت الطريحي، يقول غفل هذا العالم هذا المرجع الكبير الى ان اشتد به الالم. اجى قال له هذا الدكتور كذا طريحي، راح ما موجود بالعياده. يقول فجاء الى بيته، تلك الليله اشتد به الالم بحيث سلبه النوم. شايفين الم الاضراس، الم الاسنان ترى ما تخليك حتى ترقد الى النوم. يقول فانتبه تلك الليله، نوم تراحت. يقول في تلك اللحظه توسل بامه، قالها انا انذر لك على طريقتي، بس الله ينجيني هالليله، يرفع عني هذا الالم. راح اودي زائر الى سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين نيابه عن ام البنين سلام الله عليه. يقول فالله عز وجل باللحظه لما نذر لام البنين رفع عنه الالم ببركه التوسل بمقام ام البنين سلام الله عليه. على هذه المرأة العظيمة نعيش أيام وفاتها، أخلصت للحسين وللمولى سيد الشهداء، لا ترى لنفسها قيمة ولا لأبنائها، ولذلك الله أبدلها بهذا المقام العظيم عند الله عز وجل. واست الحوراء زينب، الحوراء زينب أم المصائب، وإن كانت أم البنين هي المفجوعة كذلك بأبنائها الأربعة، لكن مو مثل أم المصائب زينب التي شاهدت بأم عينيها أجساد أبناء عمومتها وإخوتها، وحملت هذا المصاب بقلبها إلى أن رجعت إلى المدينة. لما أشرفت على
فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا دخلت الحوراء زينب إلى دار الحسين. يقول بعض الرواة جاءت إلى قبر جدها رسول الله صعد السلام عليك يا جدة جئت إليك ناعية ولدك الحسين بكربلاء. عادجت إلى دار الحسين. دار الحسين عند الحوراء زينب فيها ذكريات. هناك قعدت ويا أبو علي، هنا الشكل تكلمنا، هنا هكذا صنعنا مع الحسين والعباس. دارت في الدار جولة صاحت يا دار الحسين أين من كان يزلو فيك. صاحت يا دار نجدت عنها يا دار وين حسين راعيك وين العشيرة والسلم فيك. إذا عندك حاجة ونحن بنحضر المولى وين البطل إذا عندك حاجة مجالس أم البنين منظورة لا سيما في محضر المولى قرر العشيرة. يقول الحوراء زينب لما كانت في دار الحسين نصبت العزاء والمأتم، لكن أحيانا تشوفون تصير بعض القضايا تهيج الحزن من جديد. يوم من الأيام جدتي الخدامة قالت لها سيدتي زينب يا أم المصائب اكو واحد جاي أعرابي كل ما أريد أرده يقول أنا أريد صاحب الدار. اجت خرجت الحوراء زينب قالت لها أخي العرب ماذا تريد؟ ايش عندك جاي؟ قال لها سيدتي أنا أريد صاحب الدار، كانت لي صلة في كل عام مرة واحدة كنت آتي وآخذها من سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين. بالسنة مرة أجي آخذ الصلة من الحسين. اختنقت بعظمتها توجهت إلى كربلاء قالت أخي العرب لقد تركناه جثة بلا راس. اعذرني يا أبو فاضل. وقتلوه عطشانا بأرض كربلاء. قل لا أخوي شرب العذر لو جاك طلاب ولو نوخوا ضيفك على الباب. أنا شعت أهل هالبيت غياب لا أقول أن ظلوا تحت التراب. أقول أن ظلوا تحت التراب. إلهنا بالحسن الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذراريه فرج عنا يا الله يا الله. إلهنا بحرمة أم البنين بمقامها العظيم وبحق ولدها قبر العشيرة أبي الفضل العباس. اللهم يسر مطالبنا لا سيما من سأل الدعاء من المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجهم يا الله. يا الله. اللهم
عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اشف جميع المرضى، اقض دين المدينين، فرج عن كل سجين وأسير، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا، اجعل هذا البلد وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة، سيما العتبات والروضات المقدسة، اللهم احرسها وصنها بعينك التي لا تنام. السامعون والحاضرون اللهم تقبل أعمالهم، احفظهم فردا فردا، ارحم أمواتهم، اعمل ما على الإيمان، أموات المؤسسين والقائمين لهذا المكتب الشريف، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآله